تعالوا نرجع بالزمن كم قرن ورا. في قلب شارع المعز هتلاقي واحد من أجمل وأهم البيوت التاريخية في القاهرة القديمة، بيت السحيمي. المكان مش مجرد بيت، ده حكاية كاملة محفورة في الخشب، والنور اللي بيعدي من مشربياته بيحكي قصة ناس عاشت هنا من أكتر من 300 سنة. اتبنى سنة 1648 على يد الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي، وبعد كده اشترى الجزء الثاني منه الشيخ أمين السحيمي اللي اتسمى البيت باسمه. ده مثال حي للعمارة الإسلامية في أبهى صورها. كل تفصيلة هنا ليها معنى، حتى الزجاج الملون ده معمول بطريقة تخلي الضوء يدخل كأنك في لوحة فنية بتتنفس. ما كانش تحفة معمارية، ده كمان شاهد على حياة اجتماعية من العيلة للضيوف للمناسبات. بيت السحيمي هو مش متحف فني، هو متحف حي في عبق التاريخ وجمال التفاصيل وسحر القاهرة اللي ما بتخلص. محتاجين نشجع المحتوى اللي له قيمة، محتوى بيقدم لك تاريخك، حضارتك، وجمال بلدك، بدل ما نفضل نتابع حاجات ملهاش معنى. لايك بسيط، تعليق، شير، دعمك وسر استمرار، وبيك نقدر نخلي المحتوى الهادف هو اللي يتشاف مش العكس.